مشكورا. الكابتن احمد شوبير بيتعب نفسه ويروح يتصل بيانك فيرا مدرب الزمالك ويجيبه كده واسئله بقى من تحت كده، ليه اسئله خبيثه كده. عشان يهد في الزمالك كمان وكمان معاه. لحد ما الراجل قال له احنا يوم ماتش قبل ماتش الاهلي ما عرفوش يدفعوا الشهر بتاع النت، ففصلوا عنهم النت وما عرفناش نحمل الفيديو نشوف الاخطاء ونشوف ايه اللي هنلعب عليه في ماتش الاهلي. يعني مفيش. الصبح الكابتن احمد شوبير، بالليل الكابتن احمد شوبير، على اي قناه بقى هتلاقيه. ما هو مفيش الا الكابتن احمد شوبير في الاعلام، ما بيشوفوش الكلام ده. ما يعني عندنا الاعلام حاجه كده، كل واحد كده لكن تستفيد منه تقعد قدام كده تستفيد من احمد شوبير بمعلومه، لا. تستفيد منه مثلا ان الفريق ده لعب خطه كذا، ولا كان المفروض المكان ده يجيب فيه اللاعب كذا، ولا لا. ما اهم حاجه كيميكو ويا نسر والكلام اللي احنا بنسمعه ده، لكن ان تستفيد منه حاجه لا. طبعا اداره الزمالك مش هنا، مش موجوده. تطلع حد يرد، لا. اللي بيرد عليه مين؟ الكابتن ايمن الرمادي. كابتن ايمن الرمادي اللي طلع رد، طبعا رد، بس رد برضه بايه؟ كان بيحصل معايا كذا ومش مش هطلع اقول. بس هو مشكورا يعني الراجل جه شهر مسك نادي الزمالك، غلب بيراميدز وغلب سيراميكا وخد كاس مصر، وطلع مع ابراهيم فايق وطلع هنا ما اتكلمش مع حد. هو بيتكلم بادب واحترام، وانا اكون مين عشان امسك نادي الزمالك، والزمالك اكبر من اي حد، واتكلم كلام حلو. حد يطلع يتكلم لا. مع انه كان فايز على سيراميكا وكان فايز على بيراميدز وعمل مطوشه حلوه، وما كانش معاه لعيبه، ما كانش معاه لا زيزو ولا كان معاه بيزيرا ولا كان معاه شيكوبانزا ولا عوديه الدباغ ولا احمد ربيع ولا محمد اسماعيل. ما كانش معاه الفريق اللي الجدد ده، اللي ما بنشوفش منه الا بيزيرا وشيكوبانزا برضه عايز مدرب. شيكوبانزا لو لقي مدرب يشتغل عليه صح، شيكوبانزا هيبقى في مكان تاني، ياخد احسن لاعب في الدوري المصري. شيكوبانزا سريع عامل زي الجمل، بيفتح البرجل بتاعه بيفتحه من 2 متر. فشيكوبانزا لو لقي مدرب يقول له بص على الكوره، ما تبصش تحت رجليك، حرك عينيك شمال ويمين حوالين الملعب، شوف مين معاك في الملعب، وسرعه. انت لو رجعت الثلاث ماتش اتوشة اللي فاتوا قدام كايزر وقدام زيسكو قدام الاهلي، هتلاقي شيكوبانزا عامل ضربتين 3 ضربات جزاء، ما اتحسبوش بس ضربات جزاء، وراجعهم وشوفهم. وعنده سرعه فظيعه. شوف ناهد عمل ايه مع في الجبهه اليمين مع محمد هاني. ماشي، بس لا، عايز مدرب. سيبه بقى من الرأس وسيبه من الحاجات اللي بيعملها بره الملعب ده. بس شيكو بنزا لو ركز على الكوره ولقي مدرب يشتغل عليه وعلى عقليته، هيبقى في مكان تاني. هيبقى في مكان تاني احسن من بيزيرا كمان. بيزيرا بدأ يلعب لنفسه، الماتش اللي فات شفناه بيلعب لنفسه،